السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم تشاهدوا الفيديو اليوم على قناتي قناتكم شهيوات ياسمين. غنوجد معكم هاد السلطه في هاد الفيديو اللي خفيف ظريف وصراحه شلاطه ولا سلطه صيفيه بنينه بزاف بريستيج وفي فيديو مختصر بزاف وخفيف بحال الشلاضه ديالي خفيف في الفيديو. نتمنى تكملوا حتى الاخر باش تستافدوا ان شاء الله من هذه السلطه اللي غتعتمدوها دائما في هذا الصيف وتعملوها، ونتمنى تعجبكم. تجي بنينه بزاف، مزيج ما بين الروز والبطاطا مسلوقه، تجي بنينه بزاف بواحد الخلطه غنعملها لها تعطيها واحد البنه خطيره وشي حاجه جديده، شي حاجه بنينه لذه. ما تصوروش بهاد الصلصه البيضاء حتى هي تجي بها بنينه بزاف معلكه. هذيك بطاطا تجيبها معلكه بزاف، وبزاف د الامور غنعملوها بسيطه وكاينه غير في المطبخ، وما غنجيبوش شي حاجه كبيره كنصرفوا عليها بزاف، كاينه غير في المطبخ وغنعملوها ان شاء الله وغتعجبكم. خضار مزيونه، خضار مزيونه كما قلت لكم صيفيه. تبعوا الفيديو، غير تبعوا الفيديو غيعجبكم ان شاء الله بزاف. اللي وصلت معايا لهنا وما صدعتهاش نسيت راسي في الهضره وفي الذوق، يعني عجباتني وبقيت غير كندوق وانا انهضر. المهم اللي وصلت حتى لهنا وما برزتاشي وباغيه تتفرج فيديوهات ديالي وعجب المحتوى ديالي وارتحت لي، نتمنى ما تنسانيش غير واحد اللايك واشتراك في القناه فضلا وليس امرا كدعم منكم لهاد المجهودات ديالنا. دوزو المقادير. هادو هما المقادير كما تشوفوا. البطاطا عندي مقطعه وعملتها في واحد كاسرونه، عملت عليها الماء غنعملها تسلق، والكاسرونه الاخرى عملت فيها كاس مغسول ديال الروز، وعملت واحد شويش د الزبيب اختياري، ولكن عطاه واحد البنه زويونه. عملت مي تسلقوا ورجعت باش ما نقطع الخضره ديالي اللي ما نقلي في شويش د الزيت. قطعت بصيله رقيقه كما شفتوها في الاول، عملتها في واحد المقله. ودابا جبت الفلفله و ديال بغيتو غير الزرقاء ديروا زرقاء حمراء، المهم انا خلطت شويه من هنا وشويه من هنا غادي واحد اللون مزيون للسلطه ديالنا. الوان صيفيه. صافي هنا من بعد ما ساليت تقطيع الفلفله والبصله دوزت جبت دقيت واحد شويش، دقيتو هيتاع بالكاس شويش د القزبر ومعدنوس مع الثومه والملحه وشويش د الزيت. صافي هادشي اللي غنعملو، الثومه الملحه وشويش د والقزبر ومعدنوس ودقيتهم شويه د الزيت شويه ماشي بزاف، ونقليهم صوطيهم هيدا حتى طيح لنا البصله ويطيبوا لنا ونطفيو عليهم العافيه. ندوز باش نوجد معكم الصلصه البيضاء. تجي بنينه بزاف حتى هي وسهله واقتصاديه، فيها واحد ياغورت مسوس، جبت واحد راس معلقه ولا ما كاملش ديال الابزار عملتها. وهنا المايونيز اللي خدمتها بيدي، منزلي، مايونيز منزلي صحي. عملت واحد 2 معالق ونخلط مزيان. ودوزت البطاطا ديالي كانت واجده مسلوقه، صفيتها في الصفايه، استقطرتها من الماء وغنعملها في واحد الاناء باش نعمل لها كما قلت لكم هاد الاضافات اللي يعطيو واحد البنه كبيره بزاف. انا عملت هنا معلقه كبيره د الزبده د الاكل وقبيصه د الملحه وقبيصه د الابزار.
نتوما ما كانش عندكم الزبده ممكن تعوضوا بالفرماج المثلث. حتى بالفرماج المثلث تجيبيها بنينه بزاف اكثر من الزبده عاد، وحتى الزبده جات بها بنينه بزاف. ممكن تعملوهم حتى بجوج. صافي معكت هاد البطاطا مزيان مزيان، وغندوز باش نخلط عاود الرز ديالي من بعد ما استقطرته حتى هو من الماء، ونحرك هاد الخليط مزيان مزيان حتى ينسجم. الرز والزبيب خلاص راهم طايبين. وندوز باش غنمونطي السلطه ديالي فواحد بلاطو ولا طبيصلات صغارين فين ما فاش ما بغيتو. المره اللي تجي غنعملها معاكم في الصحفه، غنعملها بحال الكسكسو والله العظيم، وغنعملها كوجبه رئيسيه للعشاء. يعني هذه درتها الغدا وبقينا نتسابقوا عليها صراحه الله ما الاخر ما لحقش حقه، ولكن خص اللي يدير بزايد ونديرها بحال الكسكسو ونديرها للعشاء. جبت هيك البطاطا وعملتها في الوسط هيدا، ونخلي هذاك الرز باين من الجناب باش يبقى باين. جبت هنا المايز وتا هو رشيته بها من الفوق هيدا. وجبت هنا الطون. نتوما ديروا المطيشه ولا هذا الزيت اللي توفر عندكم. انا ما صفيتوش، وليداتي قالوا لي لا ما تصفيش خليه لنا هيداك بزيتو، وعملته وجابني حتى هو عطى واحد اللذه مزيونه بزاف. المهم نهار اللي غنعملها في الصحيفه غنشاركها معكم حتى هي. ومن ولكن الا عملت واحد الكميه كبيره خصني نضوب المقادير وحتى نتوما كذلك. جبت هذيك الصلصه وغنعملها مع الجنيبات هيدا. عطاتها واحد التعليكه مع هذيك البطاطا خطيره خطيره البنات، والله العظيم تمنيتكم تجربوها وغتعرفوني علاش اندوي. يعني واحد لذة فيها لا تقاوم. وهذه هي السلطه ديالي، تجي على هذا الشكل هذا. تجي واحد البنه فيها البنات خطيره لذيذه بزاف معلكه، والله العظيم جات بنينه بزاف. تسابقنا عليها الصراحه الله، كاين اللي ما لحقش يحقه. وهذه هي الوصفه ديالي اليوم. نتمنى الفيديو نكون اختصرته ما امكن، يعني باش ما نثقلش عليكم، ويكون واحد الفيديو اللي خفيف بحالكم وبحال هاد السلطه. ونتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله على قناتي وقناتكم شيوات ياسمين. بسلام عليكم، ما تنسونيش من لايك واشتراك في القناه فضلا وليس